المجموعه الاولى المجموعه اللي فيها المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر. انا اتوقع مغرب ومالي طبعا. المغرب يعني ومالي. اول تاني على طول. اول تاني تحب بعد ما نخلص نروح للتوالت. مجموعتنا احنا مصر، جنوب افريقيا، انجولا، زيمبابوي. مصر، جنوب افريقيا. مصر اول، جنوب افريقيا تاني ان شاء الله. عظيم. المجموعه الثالثه ودي واحده من المجموعات برضو المهمه، نيجيريا، تونس، اوغندا، تنزانيا. نيجيريا وتونس. نيجيريا وتونس. نيجيريا اول، تونس تاني. بالظبط. المجموعه الرابعه مجموعه مش سهله ابدا، مجموعه السنغال والكونغو الديمقراطيه وبنين وبوتسوانا. برضو السنغال اول، كونغو تاني. السنغال انت عندك فيه لعيبه كتير قوي. يعني منتخبات القويه اللي انت لما بتشوفها بتقف عندها اسلام. مغرب، سنغال صح، بتقف. منتخب مصر طبعا مليون في المية. جزائر، كوت ديفوار. الحاجات دي انت بتقف عندها تقعد تفكر، تبقى عارف كويس قوي. مش لعيبه بس، لعيبه ومدرب. فانا متوقع السنغال والكونغو. السنغال اول، كونغو في المركز الثاني. المجموعه الخامسه مجموعه الجزائر وبوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه ومنتخب السودان. جزائر، سودان. جزائر، سودان. السودان الفتره اللي فاتت هي مختلفه تماما. هايلين طبعا. فانا اتوقع جزائر، سودان. يعني السودان تبقى تاني على بوركينا وغينيا الاستوائيه. السودان معاه المدرب طبعا الغاني كواسي ابياو، وهو اللي طلع غانا بالمناسبه من تصفيات كاس الامم الافريقيه. المجموعه الاخيره كوتيفوار، كاميرون، جابون، موزمبيق. كوت ديفوار، كاميرون. كوت ديفوار، كاميرون. بالظبط. يبقى الكاميرون في المركز الثاني. الكاميرون عاده بالارث بتاعها الناس بتروح لها رغم ان المشاكل كبيره جدا ما بين اوتو وما بين مدرب مدير فني ومشى لعيبه مهمين وكل حاجه. هو اوتو يعني بص، في ناس كتير جدا هو شخصيته الناس تقول عليها اريجنت، او هو حاسس بنفسه جدا. هو كان لعيب جامد جدا طبعا، بس هو طريقته في الاداره اجريسيف قوي يا اسلام جدا، وهو ما بيسمعش لحد. هو بياخد قرارات، حتى لما بيطلع كان بيهاجم سواء الاتحاد الافريقي في فترات من الفترات. في اول ما مسك بيبقى جامد قوي. بالتالي هو يعني ظروفه صعبه جدا جدا الفتره دي مع الاتحاد الكاميروني. صح. طيب كابتن فضل، نختار افضل 4 منتخبات هيطلعوا في المركز الثالث من المجموعات السته. المجموعه الاولى زامبيا وجزر القمر، عندك حد يطلع منهم ثالث؟ زامبيا. منتخب جزر القمر جامدين جدا وكويسين جدا. صح. بس زامبيا يبقى منتخب زامبيا يصعد اول فريق من التوالت. مجموعتنا انجولا وزيمبابوي. انجولا تصعد. انجولا دي فيها شيكو بانزا لاعب الزمالك، وفيها مابولولو نجم الاتحاد السابق. المجموعه الثالثه لا مفيش ولا اوغندا ولا تنزانيا. المجموعه الرابعه بنين، بوتسوانا. لا بنين ما توصلش. المجموعه الخامسه بوركينا وغينيا الاستوائيه. بوركينا فاسو. منتخب بوركينا فاسو طبعا بلاتي توريه وسعيد سومبوريه، بيراميدز وبنك اهلي. المجموعه الاخيره الجابون وموزمبيق. الجابون. خلي بالك الحسابات دايما